اول لعيب بالنسبه لي محمد الشناوي. صح كده صح. مين التاني بقى؟ ده حبيب الشناوي ده يا جدعان، مش عايز حد يزعل مني والله ان انا بكرهه. اعتقد ان احنا كلنا هنبقى متفقين على محمد الشناوي. لا بس في دراويش بقى هيشتموك دلوقتي. لا خلينا نخش في اللي بعده وبعد كده نتكلم عن الموضوع ده عشان ايوه خش في اللي دي بعده. عايزه قاعده لوحدها. خش في اللي بعده. تاني لعيب ممكن ارشح محمد هاني حبيبي برضو. في ناس كتير لو مش مركز، هو لما بيركز بيبقى لعيب عالمي، بيبقى حلو قوي، بس تمام. برضو انت لازم توظفه صح، لان كان في ماتشات كتير لو هنتكلم عن الحاجات دي، كان في ماتشات كتير قوي هو كان مظلوم بصراحه. تهرب منه بصراحه كان مظلوم، وبرضه هو راجل تجلي يعني الدنيا، انت فاهم. اكتر لعيب خايف بس اللي يكون اللي في بالي، اصل انا واحد في بالي لو قلته هتصدم. لا مفاجاه ما حدش بص، يتوقع. هو اللي في بالي اول حرف من اسمه دال. لا خالص. مين بقى؟ اشرف بن شرقي. ايه؟ زي ما بقول لك اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي لعيب كويس جدا، عالمي. انا غريبة. متاكد ان هو ممكن يعمل موسم حلو قوي، وممكن يعمل موسم وحش قوي، لان انت مستني منه مجهود جبار. لا بس المستويات يعني الماتشات اللي لعبها معانا لغايه دلوقتي الواد فاصل خاص. هو حلو بس انت لو اتفرجت عليه بقى في عز بقى اشرف بن شرقي اللي احنا كان جاي ومستنيينه. تمام. بص انت قصدك ان هو مع الضغط عشان معاه تريزيجيه ممكن ما يعرفش يأدي عشان ما يحبش يقعد على الدكه. يعني في حاجات كتير بقى انت ممكن تحسبها. انت حاطط في دماغك ان اشرف بن شرقي المفروض ان هو ينزل، مفيش لعيب ما يعدهوش، مفيش كرة تجي له جول ما يجيبهاش. لا هو مش ده يعني. وقع كدفاع. دي حاجة تانية، حاجة تانية رهيبة. لان انت عندك في ماتشات كتير قوي في الموسم اللي فات كان سبب رئيسي من ان هي تخش جول فيك اشرف بن شرقي. دي حاجه انا متاكد منها. وخلي بالك انا مش معنى كده انا بقول لك انه ممكن يكون اسوأ لعيب، لا هو ممكن يعمل موسم عالمي، بس انا قلقان منه. خايف منه خايف ان هو يحصل له حاجه، مع ان هو لعيب بدماغ عاليه جدا يعني، دي حاجه انا متاكد منها، بس انا حبيت اقول الحته دي. مين الرابع؟ الرابع يعني هو اللي انت كنت متوقع. لا ده انا كنت عايز اقول انا. لا كنت متوقع ان هو يتقال. هو اعتقد ان هو على ضغط كبير جدا جدا جدا، وبالذات بعد اللي محمد شريف عمله. فانا بتكلم على جراديشار. ده انا متوقعها يعني ان هو مستواه ينزل بسبب ان هو عليه ضغط. ده عشان انا قلت لك قبل التصوير جراديشار فانت قلتها ولا؟ لا دي حقيقه وكل الناس اعتقد واخده بالها يعني. محمد شريف ما شاء الله عليه في كل الماتشات الوديه، في كل التدريبات الناس كلها طالعه تشيد بيه. بس انا بتكلم في نقطه مهمه جدا، ان انت يا ابني قبل التصوير حاجه وبعد التصوير حاجه. يعني كنت قبل التصوير قلت لي محمد شريف بس يا رب يكمل، دي ماتشات وديه. تمام انا معاك ان دي ماتشات وديه، ومحمد شريف بيجي. ما محمد شريف يا ابني في عز تألقه كان في ماتشات في كاس العالم للانديه ما كانش موجود، ما جاش. الماتشات الوديه حاجه ودي حاجه. ما انا بتكلم في نقطه انت كلاعب زي جراديشار لما هيجي يبص على محمد شريف، انا شايف ان محمد شريف واكل الجو، انا لعيب زيه. فانا شايف ان محمد شريف واكل الجو. تمام. انت هيبقى احساسك ايه؟ قلقان نازل الماتش، انا عايز اثبت نفسي لما محمد شريف ياكل مني الدنيا. هو وسام لو كان معانا كان جراديشار كان يعني كان ممكن يدفع. بص ما تقارنش اي حد مع وسام، لان وسام حاله ما شاء الله عليه يعني. مين الخامس؟ الخامس والله يعني هو في تفكير كتير في الخامس بالنسبه لي، بس وخلي بالك انا الخمس لعيبه اللي انا قلتهم دول في حاجه قلت فيهم. الاربع لعيبه او الخمس لعيبه اللي انا هقولهم دول في حاجه فيهم مريحاني. اللي انا هتكلم عليه الخامس ده اشرف داري بصراحه. نقطه بقى ايه اللي مريحني؟ بص انا سقفت لك، بس في لعيب انا هقوله سقف لي عليه. ماشي هسقف لك عليه. ايه بقى اللي مريحني في اللي انا قلتهم؟ لان انا ما جبت سيره خط النص. لان ما ينفعش ان انت تلاقي فيهم لعيب غلط. انت ما شاء الله عندك سكواد في خط النص. سيبنا بقى في القصه دي. بص يا سيدي، اول لعيب كالعاده نمبر 1 بتاعنا اللي انا مقلق منه وخايف منه قوي الشناوي. تمام كلنا متفقين عليه. الشناوي مش سطر ويسيب سطر. الشناوي اللي مركز معاه يا جماعه بجد. الشناوي يعني 5 سطور و4 سطور او 3 سطور. يعني عارف انت الجو ده اللي هو يعني ايه، يكمل يبقى حلو قوي بعد كده ساعات يبقى وحش قوي 3 4 ماتشات، بعد كده يبقى حلو قوي 5 ماتشات وهكذا، فساعات فوق زجزاج كده. تمام. فلا انا مش بحب الشناوي اصلا. كمان انا كشخصيا بره الملعب بحبه، لكن جوه الملعب حتى ككابتن مش. خلي بالك انت لما بتيجي تبص على الشناوي انت بتقارنه بمصطفى شوبير.
ده لسه بقى شوبير ده بقى ده حاجة تانية. ده شوبير ده خلينا بقى في خد اكتر بالك، 5 أنا في لعيبه أخبار حاسس ان هم في اخبار معايا بتقول ان شوبير هو رقم واحد دلوقتي مرشح بالنسبه للمدرب الاهلي. تمام. انا نخش يا ريت يا ريت نخش بقى نخش في التاني، محمد هاني برضه. وخد بالكم يعني لما يكون في اتنين قاعدين وبيتكلموا في حاجه زي كده في التوبيك دي، وكمان احنا الاثنين دول اول اتنين شناوي هاني، يبقى في علامه استفهام عليه جامده. فاللي اللي الدراويش بقى واللي بيخش يشتمونا عشان خاطر الشناوي كده، عيد تفكير يعني في نفسك كده مع نفسك 5 ثواني قبل ما تخش تشتم. اللعيب الثالث اللي هو مفاجاه، مين؟ ديانج. بص يا مفاجاه راجل يا راجل حرام عليك يا راجل. لا 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 هقول لك اصبر لا يا حميدو، لا يا ما دي حميدو، اللي كنت عايزك تسقف لي لا يا عليها. حميدو، لا يا مش اسمع، هسقف. لا اسمعني بس، اسمعني. ماشي، بص قول. ليه ديانج؟ تمام. ديانج لو انت مركز مع ديانج قوي في الماتش الودي الاولاني اللي احنا لعبناه، مش عارف مع فريق مين، الجون اللي دخل فينا كان في تونس، الجون اللي دخل فينا بسبب ديانج. ليه؟ تمام. وديانج الفتحه اللي اتفتحت علينا في ماتش الاهلي وريال مدريد كانت بسبب ديانج. تمام. هي الفكره كلها ان ديانج، بص انا عن نفسي انا كنت قاعد في الماتش بتاع 4-4، لا يا جماعه انا كنت عمال اطبطب على الكرسي، فاجر السنين، فاجر فوكس، ويا رب يستمر على الوضع ده. محدش يقدر يتكلم عليه. ديانج عنده نقطه ضعف، لو حد خد باله منها من المنافس يبقى مشكله يعني عويصه، اللي هي لما يكون ظهره او وشه للشناوي او وشه لشوبير وبيعمل باص للدفاع، مس باص. الجون اللي دخل فينا في تونس اللي هو الماتش، اول ماتش ودي اتلعب، تمام. والجون بتاع ماتش ريال مدريد، تمام. الجون لما دخل الماتش اتفتح ب4 مش عارف 4-1. ممكن اضيف حاجه من ضمن الجوان دي، اخر ماتش ليه لعبه مع الفريق بتاعه قبل ما يجي كان برضه نفس الغلطه دي. يعني انا بس المفروض ان انت انا هسقف لك بصراحه. لا لا هي حلوه، انت فكرت في لعيب فعلا ممكن يبقى بالنسبه لك 100% هو لعيب فاجر، بس هي الفكره كلها انا بتكلم في ال 10% او 5% اللي هي الويكنس بوينت عنده. تمام. ليه؟ لان انت عايز اللعيب ده يبقى 100%، لان هو كامل متكامل من كل حاجه، ما فيهوش غير النقطه دي. لو اتصلحت خلاص انت معاك عندك خط اللعيب الرابع العالمي مفاجاه برضه. تمام. ما حدش واخد باله منها. استر يا رب. بيكهام. بص بيكهام. ليه؟ هقول لك ليه. بيكهام عنده ثقه بالنفس ويستحقها، بس هو مش عبد المنعم. عبد المنعم بيعرف يباصي من تحت لقدام، تمام، وبيعمل الكور انا نفسي بترعب منها، بس مش ما غلطش. تمام. يعني منعم لما كان بيلعب معاه طول الفتره ما كان مع الاهلي كان بيلعب في كور كان بيباصيها، وكان في حركات كان بيعملها ترقيصات كمان وهو اخر خط. لا كانت بتعدي وهو فعلا عارف هو بيعمل ايه. لكن بيكهام عنده نفس الحته دي، بس ساعات بتجلي منه. لو جلت جون، ولو جلت وبتجلي في سيراميكا، جلت معاه في جونين دخل في سيراميكا في الدوري. معلش ما تقارنش لعيب بقى كان بيلعب في نادي تاني وفي برضه لما يجي يلعب معاك في الاهلي في كاس العالم للانديه، في الماتشات، في 3 ماتشات اللي لعبها الاهلي في كاس العالم للانديه، في 3 كور اتقطعت منه والحمد لله ان ربنا استر. فانت انا بصوا بس الحمد لله احنا معانا سكواد حلو جدا. تمام. لو في فريق تاني غير الاهلي في الدوري المصري او في مصر او في قاره افريقيا وتيجي تسالني السؤال ده هقول لك لا ده انا عايز 5 كمان فوق ال5. اكيد احنا مش لاقيين الحمد لله، الله اكبر بس ما شاء الله. فاحنا بنحاول نجيب العيوب اللي موجوده في اللعيبه اللي احنا خايفين منها، باستثناء محمد هاني والشناوي. تمام. الاخير بقى ده انا معاك فيه بقى. جراديشار انا مع مدحت في الراي اللي هو قاله، بس في حته مدحت مش قالها. جراديشار يا جماعه بقى ساعات بحس اللي هو مع الضغط ما بيلعبش، ولما تيجي يقعد على الدكه ما بيلعبش. يعني هو قاعد على الدكه ماتشين، هيجي يلعب اساسا الماتش الثالث مش هيبقى حلو. لازم جراديشار عامل زي الواد قفشه. انا طبعا ما جبتش سيره قفشه، انا قفشه بالنسبه لنا دلوقتي احتياطي مش اساسي، بس قفشه لازم يلعب اساسي كل ماتش عشان يبقى مزاجه عالي عشان يلعب. لو قعد ماتش واحد بس في الدكه هتلاقي الماتش الثاني بعديه نخ، ودي مشكله قفشه. جراديشار نفس القصه. جراديشار كمان عايز اقول لك ان هو قلبه كبير قوي، وعايز مني تاخد مني الرقم، خد عايز رقم 10 يا شيف اللي هو معايا اصلا منافس ليا في نفس المركز، خد مفيش مشكله. يعني الواد كويس، المنتاليتي بتاعته كويسه. انا معاك في بس تحت الضغط انا معاك في الراي ده بصراحه. ممكن يجلي واتمنى ان هو ما يكونش كده وياخد الموضوع بصدر رحب، سواء قاعد على الدكه لاعب. اللعيبه المفروض ان هو لعيب محترف، يعني المفروض ان هو عنده القابليه ان هو يبقى عنده الكلام ده كله. واتمنى يعني ان كل اللعيبه اللي احنا اتكلمنا عنها دي تخيب ظننا، يا رب كلها كويسه وما يبقاش في لعيب انت شايف ان هو يبقى وحش.
وان شاء الله نعمل موسم قوي جدا باذن الله. نديها حته ركض ضاحكا. اراك لاحقا. ركض ضاحكا.